في خناقه دايره طول الوقت في اي شركه بين الجماعه بتوع تيم السيلز والجماعه بتوع تيم الماركتنج. احنا جايين نهدي النفوس. لو الشركه حققت التارجت يبقى التيم بتاعي انا السبب، لو الشركه ما حققتش التارجت يبقى التيم بتاعهم هم السبب. علشان نحل الخناقه دي ونعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا بنرجع لحاجه اسمها الماركتنج فانل، ودي زي قمعه او مصفى كده بيمر بيها كل الناس اللي شافت او عرفت الخدمه بتاعتنا لغايه ما نوصل في الاخر لمجموعه هم اللي بالفعل بيشتروا او بيكونوا زباين. مش موضوعنا دلوقتي الفانل، المهم ان الاودينس بتوعنا بيمروا في النص بمرحلتين مهمين وهما الام كيو ال والاس كيو ال، ومنها بيتحدد تارجت كل تيم، ومنها بنعرف اذا كان التيم ده اشتغل ولا ما اشتغلش. عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. امال انت فاكر ايه؟ هي حصلت اعراض. اللي احنا فيه ده اعراض. الام كيو ال هي اختصاص تيم الماركتنج، وهي اختصار ماركتنج كواليفايد ليد، وهو الزبون اللي احتماليه شرائه للمنتج او الخدمه عاليه. يعني بالبلدي مسؤوليتهم ان هم يوصلوا الاعلان لاكتر ناس مهتمه او ممكن تكون مهتمه بالمنتج. الو جود مورنينج. جود الف مورنينج عسل. قوم يا غلبان. ويوفر له في المرحله دي كل التسهيلات، زي انه يفهم ايه المنتج واستخدامه، ويوضح كيفيه الشراء ومنافذ البيع والعروض. ولو تيم الماركتنج وصل فعلا لعدد ناس كواليفايد يبقى ساعتها ليه فضل كبير في الخناقه اللي بنحكي عليها. المرحله اللي بعدها ان يتحول زبوننا الجميل اللي شاف الاعلان لسيلز كواليفايد ليد، اللي هو بالفعل اهتم وراح الستور او فتح الويب سايت اللي هيشتري منه. وهنا تيم الماركتنج بيسلم الرايه لتيم السيلز، وبتبدا مرحله الاس كيو ال وهي السيلز كواليفايد ليد. حبيبي يا ياسين، حبيبي يا استاذ بكر. ومسؤوليه تيم السيلز هنا انه يبروز كل مواصفات المنتج ويبيع المنتج او الخدمه بكل طاقته للعميل. الراجل جالك لغايه عندك مش عارف عاوز ايه تاني يعني. العربية دي حضارات مليانة انبهارات ومفاجآت. أنا بكلم إخواتي طبعا. بص حضراتكم على المراية اللي قدامكم دي. مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ المسؤوليه دي صعبه، علشان ساعتها الزبون يا اما بيقرر يكمل الفانل وفي الاخر ياخد قرار الشراء، او بيوقف هنا. وفي الاخر اذا كنت شغال سيلز او ماركتنج خليك عارف ان ده كلام بفلوس.